جامد قوي. السكر اللي انت فيه ده. زي الفل. الاول عايزين نتكلم عن الزمالك وعن الماتش بتاعنا، والف مبروك للزمالك وهارد لك لاخواتي الاهلاويه. عملت حلقه من نفس الكرسي دوت من كام يوم واتمتعت بصراحه، ان ربنا يعني كرمنا وكسبنا، فقررت اكمل على نفس الكرسي دوت ان شاء الله لحد الماتش الجاي يعني. تفاؤل طبعا. طبعا النهارده ثالث يوم الحمد لله احتفالات، معانا سنه ان شاء الله باذن الله يعني. النهارده هنتكلم عن حلقه لذيذه، بما اني في بيت الزوجيه يعني، فحبيت اتكلم على الشباب المقبل على الزواج يعني. هتكلم معاهم بمنتهى الصراحه، واخترنا ان يبقى معانا كابل لذيذ كده يقعدوا يشوفوا الحلقه معانا ويتعلقوا ويتكلموا، بس من غير خناق يعني. احنا عايزين كل واحد يبقى ايه، جيتوا مع بعض تروحوا مع بعض، جينا اربعه نروح اربعه. ماشي. خلاص. عايزين نبتدي الاول بحلاوه البدايات. حلاوه البدايات، بص هي حلاوه البدايات بتبتدي خالص يعني في الاول خالص، ان انت لما بتتعرف على واحده، تمام؟ ده بيبقى يعني منعطف تاريخي. انت بتبتدي واحده واحده تنجذب ليها وهي تنجذب ليك، انت بتشوف حاجات فيها هي اهلها مش شايفينها، وتبقى مبسوط جدا ومستمتع جدا، وبتبتدي هي تطلع لك احسن ما فيها، وتقضوا وقت لطيف ولذيذ مع بعض، لحد في يوم معين كده انت حياتك بتقف. اليوم اللي بتقرر فيه ان انت بدل ما تستمتع بقى بالعلاقه ديت، تمام، ان انت تاخد العلاقه ديت على يعني على الجد. بتبقى انت عايش الفتره دي عمال تكبر وتكبر في نفسك وتعمل فلوس وتحوش وتعمل كل دوت، ومره واحده بتقرر ان انت تكمل بقيه حياتك تصرف على واحده مش قريبتك. يعني مش قادر افهم الشباب الصغير ايه الفكره عنده دلوقتي، ان انت ايه اللي يخليه يتجوز؟ يعني هل انت تعلم ان انت وانت مصاحب بتبوس اكتر ما بتتجوز؟ يعني هل انت فاهم وصل لك المعلومه ديت؟ في حاجات معينه هم مش فاهمينها، احنا هنحاول نوصلها لكم بس بطريقه اندايركت عشان ما يحصلش مشاكل يعني، تمام؟ بس انت مثلا اول ما هتتعرف عليها هتلاقي انسانه جميله جدا، هتقول لك ان هي كل حاجه في حياتها سهله، ان هي ما كانتش بتتحضن وهي صغيره، ان هي شايفاك بابا وشايفاك وشايفاك وشايفاك. طبعا ده طعم ابن كلب. انت هتبلع طبعا انت هتبلع الطعم طبعا يا معلم، فاهمني ازاي؟ وانت هتحس ان انت ما فيش زيك. هتفضل تمشي معاك واحده واحده، وهتلاقي كل حياتها سهله جدا جدا جدا، وتخرج معاها وتنزل معاها، لحد ما في يوم بعد ما تتعود عليها هتروح ايه، شاده الفيشه منزله السكينه، تقول لك بقى ايه، بابا قرا الشات، ماما شافت صورتك، ابن خالي اللي في الجيش ولا حاجه راح جاي شافنا في العربيه، فتضطر ان انت تعمل ايه؟ ما انت ذكر بقى تخش الجد. بس انتوا بتتكلموا على انهي جيل؟ على انهي جيل؟ ايه جيل بتاع، بصي في حاجات كده مسلمات من ايام جدي وجدك. لا وهم لحد دلوقتي شغالين كده. العيال دي بتقع واحد ورا التاني، بس هم الفرق ما بينهم ان يعني التضحيات اعلى بكتير. يعني انا شايف ان هي التضحيات اعلى بكتير، لان انت عندك كل حاجه. احنا كان ايامينا تمام عشان تعرف تاخد صوره واحده كانت سب دين يعني، ولو حد قفش معاك الصوره فاهم، تروح تاني يوم تحلل دي ان ايه وكشف عذريه وحاجه بالتكال. النهارده ما فيش الكلام ده، النهارده كلهم عايشين مع بعض. فان ايه اللي يخليه واحد معاه واتساب ومعاه يروح وعايش حياته يقول لك انا قررت اتجوز؟ اكيد عنده مشكله، عنده خلل. بيتقال بقى ايه، بحب الاستقرار، عايز استقرار ايه يا معلم؟ احنا طول اليوم على القهوه. استقرار ايه؟ انا كنت بقعد في بيتنا اكتر والله قبل ما اتجوز. لا طبعا يعني خلينا برضو مش عايزين نتطرق للمواضيع ديت عشان ما تاثرش علينا في المستقبل. اول ما تخش بقى مرحله الطعم، ان هو تقول لك ايه، انا حد من اهلي شافه بابا مسك الشات مش عارف، هو بابا وماما اصلا متفقين وعارفين القصه، بس سايبينك تاكل عيش. فهيتقابل مين الاول؟ امها. طبعا امها هتقول لك ان ابوها طيار ومسافر طول الوقت والكلام معايا، وما تقلقش خالص واللي انت عايزه وتعالى واحنا بنشتري راجل والكلام اللهبل دوت، لحد ما انت تبتدي ايه، تلبس ايه، تلبس ايه دبل كده واحده واحده، وتمشي تخش في السكه بقى ايه الطبيعي. كل ده محدش بيكلمك في حاجه، كل ده هم عمالين ايه، عارف انت ايه، تعالى هتجيبك واسع تعالى، وانت ايه داخل بقى. ما هو الحمار والجزره متعلقه وانت ماشي مش شايف غير الجزره، والجزره طبعا انت فاهم يعني في الاخر خالص في السلطه مش هتشوفها اصلا. تمام. بس يفضل ماشي لحد ما في يوم من الايام مين بقى يظهر؟ الحاج، الاب. الاب بقى ده السيريز ده السيريز بقى، ده عايز يخش بقى ايه في السريع كأن البت بطنها بانت. يخش بقى يروح جاي شنطك بقى ايه، شويه حاجات كده، وانا اللي هعمل خطوبه. لازم هو يخش الدخله ديت، انه يخش يقول لك انت تحس ان انت متجوز ببلاش كده، ولا هيكلمك في شقه عشان ده الفخ بقى، ولا هيكلمك في شقه، ولا هيكلمك في النثريات، ولا هيكلمك طقم الجيلي، ولا اي حاجه. انت هتخش يا معلم هنشتري الراجل، والخطوبه هو هيعملها، فانت زي الفل. طبعا الخطوبه بتبقى عباره عن ايه؟ في البيت شويه ازاز بيبس فاهمه، ازاز فانت من عند الراجل اللي جنبيهم فاهمني ازاي، وشويه ساليزونات، حاجه مثلا متكلفه 2000 جنيه، هتتفشخ بقيه عمرك بالعزومه بنت الوسخ دي اخر حاجه هتتعزم فيها. تروح تلاقي مثلا ايه، عندها خال فاهمني، وجدها متوفي واثنين ولاد عم، وخلاص هي دي عيلتها. العيله كلها يعني العزومه كلها مثلا 17 فرد قاعدين ومفيش بدل حتى،
طب فرح بقى عيلتها بقى كلها مستشارين وظباط ووكلاء نيابه 225 واحد، اقل رقم اقل رقم، نسايب بابا، قرايب بابا، قرايب جدتي، الناس اللي هم ما كلمهمش يرجعوا بقى صله الرحم على قفاك في الفرح بقى، لان هو عازم في الخطوبه. انت عامل الخطوبه عامل عليه بالظبط. فاول نصيحه قدم السبت. اول نصيحه ان انت تبقى عارف ان هو بالنص في كل حاجه، انت منصص في كل حاجه يا معلم، انت مشير في كل حاجه امريكاني. تمام. موضوع ان هو يدفع الخطوبه، قول له لا مش نعملش خطوبه، ما تجيبش الشبكه في الخطوبه. العيال متهانه دلوقتي والله العظيم، العيال بيجيبوا شبكه في الخطوبه، ما هو الراجل يقول لك لا قفلي الموضوع ده تعديه عشان احنا ما عملناش كده. انت خدت الشبكه امتى؟ لسه خدتهاش اصلا. احنا بعناها اساسا. بقى بعد الخطوبه تبتدي تشوف بقى وش تاني خالص، الملاك البريء اللي معاك بقى تبتدي بقى تبان بقى التروما والامراض النفسيه. بص مبدئيا بعد اسبوع من الخطوبه موبايلها بيتكسر، خدها بقى اشتريها مني. انا حاسه انك بتحكي حاجات حقيقيه يعني تروح ضربه معاك شمطه وعياط واغمى عليها ومستشفى، انت فاهم طبعا. صوره المحاليل جو القديم بتاعنا ده، صوره وصاحبتها تكلمك اللي هي غالبا انت بقى الصح في اللحظه دي ان انت تظبط مع صاحبتها 90% دي اللي بتنفع. بس انا بقول لك ما كملتش، وقعت في الفخ دوت. هي مطمعاك الجزره عماله تحلو في عينيك وعامله شفايف وعامله ودلوقتي الجزر بقى انت فاهم يعني. اللهم صل على مونجورو وحاجات قد كده، فانت قاعد مدمع. انا خلاص انا فاهم. وكمان في كلمه بتوسخ هتتقال لك في النص كل شويه، هتدخل امتى؟ الكلمه ديت هتسيرك، ما تركزش خالص. هتدخل امتى؟ وتلاقي ابن عمتها بارد فاهم، باصص لك كده وبيبص لك في حتت معينه في جسمك. هتدخلوا امتى؟ ده ابن ابن خالتها ده اللي اصلا كان هاريها بوز زمان فاهم، كان متكلم عليها بس ما حصلش نصيب لانه مش لاقي شغل فاهم. انت داخل مكان هيبتدي يقول لك لا بنتي ما تعيش بعيد، عايزينها فلوران جنب امها. وسبحان الله تقلب لوران كلها في شارع سريهانكا عشان تلاقي لك شقه مش هتلاقي غير جنبيهم الدور اللي تحت. خد بالنا برضو من الموضوع ده، نسكن في عبهم دوت. خلي بالك هتيجي خلاص بعد كده. انت لو عديت المرحله ديت، وهي المرحله ديت خلي بالك هي المرحله اللي بيتكسر فيها معظم الشباب، مكمل انتحاري يعني داخل شايل كفنك، تبتدي يخش بقى في الحاجات اللي ملهاش لازمه. زي ايه يا اخويا؟ انت فاهم طبعا. في حاجه اسمها كيتشن ماشين، دي عباره عن جهاز ابن وسخه والله العظيم مرمي جوه، انا ممكن اخش اجيبه مالوش، انا لحد النهارده ما اعرفش هو بيتعمل بايه. واير فراير والحاجات دي، الحاجات دي ما انت ديليفري يعني انت. والامريكان كوفي لازم الماشين جنب السرير. اسبريسو والاسبريسو. انا كنت جايب شاشه 3 دي ونضارات على اساس ان انا كنت متخيل ان انا قاعد فاهم في هوليوود، فانت تسخن والتاني بارد وراجلك هتدخل امتى؟ تروح ناسي كل ده ودافع معاه بقى عايز ادخل فاهم. كده واحد يشتغلك يقول لك اي حاجه بكبس عليك طبعا، ويجيب لها عربيه كهرباء مثلا يعني انت فاهم. هو يدخل اي حاجه بكوبس ديت انت ما تبقاش فاهمها، تقول لي حاجات اباجوره فاهمني. لا 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 هيجيب يعني مثلا اي حاجه بكوبس وراح جاي يجيب لها الستائر الكهرباء، يقول لك ما هي بكوبس فاهمني ازاي. وفي الاخر خالص هي تقول لك اصل انا بحب البيت يبقى سامبل، فهتجيب لك واحده كنبه صوفه. مش الصح في القصه دي ايه؟ شوف بيتها عامل ازاي واعمل زيه. عندهم سبوت لايتس، ركب سبوت لايت. صح ولا انا بتكلم غلط؟ يعني حقها. عندهم شاور روم لا مؤاخذه ولا بانيو؟ لا عندها بانيو، يبقى تاخد بانيو. ما هي مش جايه تابجريد حياتها على قفانا. ما يعني اذا ابوكي ما جابش الشاور روم انا هجيبه؟ صح يعني انا اجدع من ابوكي؟ خش الدخله دي، امسك في حلمك، ما تخافش، الجزره موجوده وقاعده معلم ومش هتطولها. اسمع مني، الفرح والهانيمون مع بعض ده ده كومبو. البت اجدع حاجه ابوها طلعها لها شرم الشيخ فاهمني ازاي. 5 ايام بليلتين، قعدوا يومين في الشارع. الام اس سي حلم حياتي، ما اقدرش اقعد من غيرها. فيا بنت الحلال طب ما حبكش تبص على باسبورها ابيض مفيش ده الفيزا انا عايزه الشنجن. خلاص يا بنت هناخد لا انا اسافر. وطبعا انت في نفس الوقت التاني البارد هتدخل امتى؟ فانت عايز تدخل في اوروبا تبقى يعني فاهم، فتروح سخنان. الهانيمون ده معلم بالله واشرب ميته. انت دخلت ولا لا؟ بتاع دخلت ده ما بيجيش في الفرح. ما تسالنيش ليه. لا بيبقى شايف حاجه انت مش شايفها خالص. هتلاقي ابوها هو واقف اول واحد على الفرح، اول واحد واقف. لا وعلى الفرح هو اللي مدخل الناس. يا ابني طب يا حاجه طب عرفهم عليا بس حبيبي، ده جوز بنتي، ده اللي هيدخل بيها، ده اللي الحمار اللي شايل الجزره. ما في يا ابني، ما انا اللي يعني ما نعمل. لا يلا حبيبي. دينا رقاصه، انت مش هتشوف العريس.
الحما واقف عمال يعمل كده، وكميه صور وقرايبه واصحابه هم اللي بيتصوروا معاها، والولا هو اللي دافع، والولا هو اللي جايب ده. مفيش، مش هتشوفها. خلصنا، تخش بقى على الفتره بتاعه الشقه والتجهيز بتاع الشقه. هتلاقي في حاجه غريبه جدا. انت متجوز انت وهي والحاجات دي بايد ربنا، ان انت تجيب اوضه بيبي ولا مش عارف ايه. تقول لك انا عايز اوضه بيبي، ما تجيبش اوضه بيبي، ما تجيبش اوضه بيبي، ما بنتفائلش. طب هتعملها ايه؟ طب هتقول لك هنعملها بلو فيها خط بينك، عشان لو جبنا ولد فور بوي وبلو فور بوي. مش ما تسمعش الكلام دوت. اوضه البيبي بتيجي بعد ما بطنها تبان، وبعد ما تحس ان انت عرفت تدخل. لا مؤاخذه انا اسف يعني، بس انت لازم تجرب نفسك. ما هو يا جماعه مش عافيه اصلها. المهم ربنا كرمك واتجوزت، هتفاجئ بقى. احكي بقى الحته دي، عايزين مزيكا حزينه بقى على القصه دي. عايز اقول لك ان الخطوبه دي كانت الجنه بتاعتك. فانت اول سنه بتبقى لو ما حملتش طبعا زن ابن وسخه، طبعا انت هتشوف زن ابن لذينه. لو ربنا ما كرمكش وحملت يعني تمام، انت فكك بقى من الجوازه دي. ما تبقى قاعده فاضيالك، يا اما تشغلها شغلانه بقى ايه من اللي هي 9 ل 5 ومش عارف. طب هي ما اشتغلتش وحملت، انت في 3 شهور كده في الاول اصلا تمام، تقول لك انت السبب، كانك انت اغتصبتها مثلا ولا اي حاجه. انت السبب، انت منك لله، وتنام وتصحى منك لله. في الشنطه بتاعت البيبي دي كانت اسمها ايه؟ شنطة البيبي. هي كانت اسمها شنطه البيبي، دلوقتي بقت شنطه البيبي عادي كده يعني. كانت بكام دي؟ كويني، والبوسات الكويني. فاكر البوسات الكويني دي؟ ايوه ده كده. اول يوم خدتها كارفور كلمتني، قالت لي تعالى لي، مش عارف احطها في العربيه. جهاز التعقيم بتاع البيبرونه بتاعت الولا، الله يمسيها بالخير امي والله العظيم، كانت تجيبها كده برجليها تروح مطلع من رجليها والله العظيم كانت تقول لك صح، وحياه ربنا جدتي كانت تقول لك صح. في شويه بقى رولز بقى تاخد بالك منها تمام، عشان تبقى فاهم. اي خناقه، انت البيت عندك واسع تمام، الخناقه بتبقى فين؟ شباك المطبخ. الوكسه بقى لما تبقى مخلف وبتربي العيال في المطبخ على الترابيزه ديت، يا حمار يا مهز. انا في اللحظه ديت لازم اطلع على البلكونه واتكلم في التليفون بصوت عالي عشان افهمهم ان مش انا اللي بتشتم. حط البيبي هترمي فيها مرتبه، هتعرف بعدين ليه. صح انت فاهم؟ دي مش يعني برضو ايه، دي مش كنبه الصالون مريحه، لازم انت بتيجي بالفرش. ولازم يبقى فيه تكييف طبعا. ما انت هتلف البيت كنت هتطمع. في حاجه لازم تاخد بالك منها، معلش، في حته الجهاز وانت بتجهز. هي هتلاقي ماما مثلا ممكن مش جايبه لها اي حاجه، بس جايبه 120 فوطه كانك بتشق على نفسك. كل ما تفتح درج تلاقي فوط، فاهم؟ كانك قاعد بترجع ماشي، فاهم؟ عمال تطرش في البيت، فاهم؟ كل ما تفتح تلاقي ماما جايبه فوط، ماما جايبه فوط. فاهم حاجه؟ الست الحامل دي دعوتها معروفه، دعوه الست الحامل دي معروفه، محدش فينا بيقرب لها وما ينفعش تزعل منك. بس انت بقى عندك فرصه ذهبيه لما تولد، بتروح عند امها شهر، ده صيانه يا معلم، ده تشحيم وغسيل. ده بقى الفتره اللي بتقعد بتشم فيها نفسك، وحبذا لو كملت يعني. كل ما تطول في الفتره دي انت تعرف. انا عملت ايه؟ عملت عمره في التاني في محمد، عملت عمره في البيت شهرين. قلت لهم والله بص فرصه بقى ايه، نبرش ونغير الصحي، فاهمني ازاي؟ قعدت شهرين والله العظيم ما عملتش حاجه، ما جبتش حد ولا نقاش دخل البيت. كنت بنام ملط على الارض في الصاله بيتي بقى، انت فاهم؟ والله العظيم كانت ايام حلوه. فتاخد بالك برضو موضوع دعوه الست الحامل. بص بقى، انت عندك السنه الاولى بتعدي، السنه الثالثه بيبتدي الخناقات، بتبقى على اساس ايه؟ ان انتوا ابتديتوا تزهقوا من بعض وحاسه ان انت بتخونها. الخمسه العيال بقى، ما هو انت بقى الخمسه دي قدامك حل من الاثنين. لو انت خويت الولا تمام، بتبقى هي حست نفسها ان هي ايه، كبرت ومش عارف ايه. لو انت ما خوتوش هيبقى مرحله الزن اللي هو محمد روح دلوقتي كول، بيجي لك كول. السبعه دي احلى خناقه في الدنيا، لان انت غالبا بتبقى بتخونها وبتقفشك. صح؟ هي دي اللي بتمشي. العشره بقى دي اللي حاضر. احنا كنا نروح مع بعض النهارده. فانت عارف انت مش غريب، انا ممكن اطلب دلوقتي فرخ تقوم تتعمل لي. لو طلبت كوبايه شاي ليه وانا شغاله عندك في عقده من كوبايه الشاي؟ حضرتها انت؟ شفت انا بطلب كوبايه الشاي مع اني واكل كيكه ومتعشي وشيشه، كل ده اتعمل لك. اطلب كوبايه شاي. امال انا متجوز ليه؟ ليه ان شاء الله اتجوزت. كوبايه شاي خلاص خدها على القهوه. يلا اهو يا دوبك اهو ابو حمو يجيبها لي لحد عندي، انا ما عنديش مشكله. السنه العاشره دي بقى خطر خلاص. ده بعديها بقى، ده اللي هو المرحله بتاعتنا دي. انت بتبقى قاعد اسد كده ما بتتاثرش، بس الجواز حلو خلي بالك، لذيذ يعني. لذيذ. احنا متجوزين. لا والله هو يعني اصلاح وتهذيب يعني، بتتبسط بتقضي وقت. موضوع ان العيل بيجي برزقه طبعا، ده الارزاق بايد ربنا الحمد لله يعني. بس جربته الواد بيجي بالشير، فاهم؟ العيل بيجي بالسبلايز بتاعته، فاهمني ازاي؟ انا بس عايز اقول لك على حاجه دايما هقولها للواحد،
اخر حاجه للجين زي يبقوا فاهمين، ما تشتريش بقره عشان كيلو لبن، تمام؟ بس اظن الرساله وصلت، والف مبروك للزمالك، شكرا.